الحكايه بتبدا بصوت في دماغك، جرب جرب بس مره هتفوق، هتبقى طاير فوق الكل، انت اقوى من انك تدمن. يا عم دي جرعه وهتعدي. بس الحقيقه اللي بيجرب الشابو ما بيرجعش. دي لعنه بتدخل من عينيك بسبب فضولك وتمشي في عروقك وتاكل في دماغك واحده واحده من غير ما تحس. اول يوم هتلاقي نفسك بتضحك، تاني يوم هتلاقي نفسك طاير، تالت يوم بتشك في كل اللي حواليك، رابع يوم انت مش موجود اصلا. الشابو او الكريستال او الايس دي اسماء شارع لماده اسمها ميس امفيتامين، وده مخدر صناعي مرعب بيشتغل على الجهاز العصبي المركزي ويفجره حرفيا. فاول مره حد يجربه بيحس بحاجه غريبه، المخ بينور فجاه والعين بتتفتح على الاخر والقلب بيبدا يجري والنفس بيبقى اسرع، في احساس بالطاقه والنشاط مبالغ فيه، الشخص بيحس انه فايق فوق الطبيعي، مفيش نوم، بيحس انه اقوى اذكى اجرأ. بس الحقيقه ان المخ اتخدع. المخدر ده بيشتغل على انه يطلع كميات مرعبه من الدوبامين والنور ادرينالين، كميات تخلي المخ في حاله نشوه مؤقته، بس بعدها الرحله بتبدا تتقلب. بعد ساعات الدماغ بتبدا تنزل، الشخص يبدا يحس بخمول وكآبه وفراغ، وده اول فخ، هيبدا يدور على الجرعه الثانيه. مع الوقت الاعراض بتتطور والارق بيزيد وممكن يقعد صاحي الايام، الشهيه بتختفي والجسم يضعف والوزن ينزل بسرعه، عصبيه وقلق وتوتر مش طبيعي. ومع الجرعات المتكرره تبدا حاجات اغرب واخطر، يبدا الشك، يحس ان في حد دايما بيراقبه، والشك يتحول لهلاوس، يسمع اصوات مش موجوده ويشوف خيالات بتتحرك ويبقى مقتنع تماما ان اللي بيشوفه ده حقيقي. ودي في الطب بتتسمى ميس انديوزد سايكوسيس، ومش حاله مؤقته، ممكن في بعض الناس تفضل مزمنه حتى بعد ما يبطل. اما الجسم فبياخد نصيبه من الدمار، الضغط يعلى وضربات القلب تبقى مش منتظمه ودرجه الحراره ترتفع واليدين ترجف والرجلين تبقى ضعيفه والجلد ينشف والوش يفقد ملامحه، ويبقى عنده حاله اسمها ميس ماوس، الفم دايما ناشف والاسنان تتسوس وتتكسر، النفس تبقى ريحته خانقه من كتر السموم. في المرحله دي المتعاطي ما بقاش ياخد الشابو عشان يتبسط، بيجي ياخده عشان بس يهرب من اعراض الانسحاب، زي الاكتئاب الحاد والارهاق الشديد والصداع والتوهان والكسل البدني والنفسي. والمخ هنا بيكون اتبرمج ومعتمد كليا على الماده دي. اللي وصل للمرحله دي دخل دايره مغلقه، مش هقول ما يقدرش يطلع منها بس صعب. كل ما يحاول يبطل الالم بيزيد، وكل ما يكمل بيدمر نفسه اكتر، وللاسف النهايات مأساوية، يا إما هبوط حاد أو سكتة دماغية أو حتى نوبات عنف وانتحار. مخدر مرعب بينهي حياتك بالبطيء، لكن في فرصة، في علاج، وفي أماكن متخصصة، وفي أهل ممكن يساعدوا. بس أهم خطوة إنك تقول كفاية.